صح، نسيت انا لابس اورنج، مش عايز اقول الاسماعيلي. ما الاسماعيلي نفس الاسماعيلي انا الكلام. بحب الاسماعيلي. الاسماعيلي محتاج ملعب الاسماعيليه ما يتاجرلوش، ومحتاج ان هو يحصل تنميه للنادي ويبقى داخله دخل. لان كل سنه بيتعرض لازمات نادي الاسماعيلي، ازمات ماليه فجه جدا، وعيب جدا لما فريق زي النادي الاسماعيلي هو القطب الثالث. انا وجهه نظري انا متواضعه، قد تكون صحيحه او خاطئه، ان عندنا اهلي وزمالك واسماعيلي كله متفق على ده على فكره. ازاي يحصل كل سنه يحصل الاسماعيلي؟ طب اللعيبه العقود، طب ده باعوا اللعيبه عشان معهمش فلوس، طب مش عارف ده عيب، ما يصحش. وانت لو اديت فرصه للجمهور الاسماعيليه يحضر، انا مش عايز اقول لك ده هيباتوا قبل المباراه، هيباتوا والله، بيجوا من الساعه الماتش الساعه 3، ممكن من الساعه 7 الصبح تلاقيهم. انا لعبت سنه في الاسماعيلي والله العظيم عمري ما شفت جمهور بالجمال ده. الناس في السكه الحديد يقول لك الاسماعيلي ومش بيحبوه جدا. ايامنا كان عندنا عماره، كان محافظ كان بيجي بيحضر التمرينات بتاعت الناشئين، فكان الناس بتتنفس كوره. الاسماعيليه دي يا جماعه ده بلد مش ممكن برازيل العرب فعلا، يعني حاجه محترمه. فلازم نساعدها ندعمها ان يرجع تاني الاسماعيلي زي الاسماعيلي اللي احنا بنحبه، لان يعني ما يصحش. الاتحاد السكندري نفس العمليه، المصري البورسعيدي بيمثل محافظه لازم نفس القصه، منصوره طنطا. انا مستغرب الشرقيه والمنصوره وطنطا دي انديه جماهيريه، والسويس هي فين؟ فلازم ندعمها. المنيا والسوهاج واسوان طبعا انا الانديه دي كلها لازم تبقى موجوده، لازم موجوده. لان ده انت بتدعم ما بتدعمش الانديه، لكن انت بتدعم فكره الولاء والانتماء. بمعنى اللي احنا لو هندخل الموضوع في سوسيولوجي وسيكولوجي، ناحيه نفسيه وناحيه اجتماعيه، انت لما بتيجي بتهتم بحد، الله ده البتاع ده جميل قوي، الله ده شيك قوي، بتبدا تديله طاقه ايجابيه، ودي المطلوبه. لان انت دلوقتي في وقت ما ينفعش غير ان انت تدي للمشاهد وتدي للناس كلها امل. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول تفاءلوا بالخير تجدوه. الناس تقول لك اصل عنب ابو ريده وجاي والناس بتوعه وهيعمل كذا وهيعين قرايبه ومش عارف مين والناس الشله بتاعته، وليه مجموعه صحفيين 25 30 واحد بتوعه هيجيبهم من كل حته بيحطوهم. هو ليه فريق عمل بيشتغل بيه يا جماعه، في ايه المشكله يعني؟ لكن هو برضه خلي بالك، هي برضه دي مشكله. يعني هو انا متفق معاك اللي هو كل واحد بيجيب رجالته في اي حته، فريق عمل بتاعه بصراحه عادي يعني مش في الكوره، في اي حته في مصر، في اي حته في العالم بيجيب الرجاله بتوعه حتى لو فين يعني. لو كان لو مع احترامي لو كان جه مثلا الاستاذ المهندس محمود طاهر كان هيجي بفريق العمل بتاعه اللي بيستريح التيم ورك لكن بتاعه. لو جيت فرضت يعني في الفتره بتاعت جمال علام تم فرض عليه اسماء، فقال لك لا اسف مش هدخل الانتخابات دي، وفعلا ما دخلش. هو كان جايب فريق العمل بتاعه واتقال له لا في ناس ثانيه عايزه يعني تدخل. في احتماليه